ده افخم واشيك موبايل هتشوفه في 2023، مش ايفون 15 لا، ولا حتى الالترا. ده اوبو فايند ان 3. الموبايل ده جاي باقوى معالج ممكن تشوفه على اي موبايل اندرويد، بطاريه وسوفت وير جامدين اخر حاجه، واجمد شاشه ممكن تشوفها على اي موبايل، وتفاصيل كتير جامده قوي عن الموبايل ده هنتكلم عليها في الفيديو النهارده. بداية بالانبوكسنج، وهنا هتاخد اول جرعة فخامة بسبب الطريقة اللي اوبو عاملة بيها الميكانيزم بتاع الباكجينج. اول حاجة هتقابلها هنا طبعا الجهاز، بس هنخليها على جنب دلوقتي. بعد كده هتلاقي راس الشاحن ال 67 واط اللي بتيجي مع بطارية 4800 ملي امبير بتقنية السوبر فوج بتاعت اوبو، واللي هتخليك تشحن الموبايل ده فل في حوالي 45 دقيقة. وبعد كده هتلاقي الكابل بتاع الشاحن، وبعد كده هتلاقي الكفر بتاع الجهاز اللي شكله جامد قوي وطريقة تركيبه اجمد بصراحة. بعد كده بقى هنيجي للب الشياكة هنا، ولب الأناقة والفخامة وكل الحاجات الحلوة دي. التصميم، اوبو هنا عاملة تحفة فنية، حاجه كده اخر شياكه. واستكمالا لجرعه العظمه والفخامه اللي كانت في الانبوكسنج، متع عينك معايا كده وبص على التصميم الرايق اللي اوبو عاملاه ده. التصميم اللي اول ما هتشوفه هتحس ان اوبو مستوحاه التصميم ده من الكاميرات الكلاسيك الشيك بتاعت زمان دي. وهنا انا بتكلم على التصميم الجلد الاسود، مش التصميم الجولد اكيد، لان الجولد معمول من الازاز. وطبعا الموبايل هنا من فئه الفولدبل زي ما انتم شايفين من اول الفيديو يعني. وبالنسبه لباقي خامات الجهاز فهي من المعدن، وبما ان الجهاز ده فولدبل فهنا التركيز الاقوى بيبقى على الشاشه اكيد. فيلا بينا بقى نتكلم عن الشاشه والعظمه اللي اوبو برضه عاملاها في الشاشه هنا في الموبايل ده. اوبو بتقول انها بتستخدم الجيل الثالث من انواع الهنج اللي هم بيستخدموها يعني في الحاجات الفولدبل دي، بمعنى ان اول فولدبل استخدموه عشان يعملوا اول جهاز فولدبل ده كان الجيل الاول. بعد كده بقى ابتدوا يطوروا من موضوع الهنج ده وعملوا منه جيل تاني وجيل تالت، بحيث ان هم يقللوا ظهوره في الشاشه ويقللوا العيوب بتاعته يعني. والجيل التالت ده اللي هو احسنهم دلوقتي يعني. واوبو كمان بتقول ان الموبايل ده تقدر تفتحه وتقفله مليون مره، مليون مره، مش 200,000 و300,000 و400,000 والكلام اللهبل ده، لا مليون مره. وده اعجاز بصراحه. بص الموبايل ده كله دهشه، بص طول ما انت بتتفرج على الفيديو كده هتقعد تتبهل معاه كده، ركز بس معايا هتتمتع صدق. والهنج هنا على حسب كلام الناس اللي هم جربوه يعني بيقولوا ان هو مش باين، يعني صعب حتى تشوفه في اضيق الظروف، وبرضه صعب انك تحسه وانت بتستخدم الشاشه. اما بالنسبه لحجم الشاشه دي فهو 7.8 انش، والشاشه الصغيره 6.3 انش. خد بالك وابعاد الشاشه الصغيره دي 20:9، وده معناه انك لما بتقفل الموبايل بتحس انك ماسك موبايل عادي، لان هي دي نفس ابعاد الموبايلات العاديه. بص بقى ركز معايا بقى كده وعد المميزات اللي جايه دي كلها. الشاشه هنا اموليد LTPO 120 هرتز، بتدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، وبتدعم المليار لون، والسطوع لحد 2800 نتس، يعني حاجه كده بص، لا شمس ولا قمر ولا اضاءه عاليه ولا اضاءه واطيه ولا اي حاجه، هتشوف الشاشه دي في اي حته يا اسطى. سطوع اول مره هتشوفه في حياتك. واوعى تكون فاكر ان المميزات اللي انا عديتها دي كلها في الشاشه الكبيره بس، لا دي في الشاشتين يا اسطى. اوبو مدلعاك. وبما ان بقى ان ده موبايل فولدبل ومن الجيل الثالث، فاكيد بقى اهتموا بالغلطات اللي كانت موجوده قبل كده في السوفت وير، وده فعلا حصل هنا. تعال بص معايا بقى على السوفت وير وركز معايا، عشان السوفت وير هنا نغم طرب يا اسطى. وده طبعا كلام الناس اللي جربت الجهاز، بتقول ان السوفت وير عظمه العظمه، وان تناغم الكالر او اس مع الاندرويد 13 عامل شغل 10/10. ومن اهم المميزات اللي ممكن تعملها في المالتي تاسكينج في السوفت وير ده انك ممكن تفتح 3 تطبيقات مع بعض. انا مش عارف هتعمل ايه بالثلاث تطبيقات مع بعض، ومين ممكن يفتح 3 تطبيقات مع بعض، بس تقدر تعمل كده يعني. بص هتاخد احسن تجربه مالتي تاسكينج واحسن تجربه سوفت وير على فولدبل في الموبايل ده يا اسطى. زي ما قلت لك والله الموبايل جامد. اصلا الفايند ان 2 اللي كان نازل قبل كده كل اللي جربوه كانوا بيقولوا عليه جامد، ما بالك بقى ده اللي هو السري اللي هم المفروض عدلوا فيه عيوب اللي فات. فيعني هنروح فين؟ وبما اننا اتكلمنا عن السوفت وير بقى، فنتكلم عن الموتور اللي مشغل السوفت وير ده ومشغل الجهاز التحفه ده. المعالج سناب دراجون 8 جين 2، اسطوره معالجات موبايلات الاندرويد دلوقتي، واحسن معالج ممكن تشوفه على جهاز اندرويد اصلا لحد دلوقتي. خد بالك انا بقول لحد دلوقتي. بص بقى اداء يومي، اداء العاب، اداء اي حاجه، المعالج ده سداد يابا، مقفل الدنيا يعني. بص هيشغل لك احسن العاب على احسن جرافيك واحسن فريم ريت واحسن كل حاجه، اداء يومي مفيش بعد كده. احسن معالجه هتطلع من الكاميرا دي، وهتشوف لما نيجي نتكلم عن الكاميرات. من الاخر مش هتحتاج اي حاجه، سوفت وير رايق ومعالج رايق، خلصت. وبما اننا جبنا سيره الكاميرات والمعالجه والقصص دي، تعالى بقى نتكلم شويه على الكاميرات، واظن دي الحاجه اللي خاطفه عينك من اول الفيديو. اولا الموبايل ده بيجيب 5 كاميرات. هتقول لي فين ال5 كاميرات يا اسطى؟ هم 3 قدامك اهم. لا يا اسطى ركز معايا تاني، عندك 3 في الظهر
واثنين اماميه، واللي انا بصراحه مش شايف ان هم ليهم لازمه قوي، لان في ميزه كمان شويه هقول لك عليها هتغنيك عن الكاميرات دي اصلا. عندك الموبايل ده بيجي بثلاث عدسات في الظهر، الاساسيه او المين يعني بتيجي ب 48 ميجا بكسل، والالترا وايد 48 ميجا بكسل، وعدسه تيليفوتو 64 ميجا بكسل بتديك زوم لحد 120 اكس. هو دي مش اعلى حاجه، بس 120 اكس اصلا اوفر يعني كتير، هتعمل بيهم ايه؟ وبص دي الصور اللي طالعه من الكاميرات دلوقتي. اظن مفيش بعد كده، وحاجه مبهره جدا اصلا انك تلاقي شركه عامله موبايل فولدبل ومهتميه بالكاميرات بتاعته. عاده بيهتموا بالشاشه والتصميم والحاجات دي وينسوا الكاميرات، فاهم؟ ما بيبقاش التركيز الاكتر عليها يعني. وده طبعا على عكس اللي موجود في الموبايل هنا. زي ما انت شايف الصور اللي طالعه من الكاميرات دايناميك رينج 10/10، تفاصيل والوان ونايت مود، كل حاجه طالعه زي الفل. وبالنسبه بقى للكاميرتين السيلفي اللي موجودين في الموبايل ده مالهمش لازمه، عشان الموبايل ده فيه ميزه انك تقدر تاخد سيلفي بالكاميرات اللي ورا اللي هي جامده فشخ، اللي انا قلت لك عليها من شويه دي. انت ممكن تستخدمها في انك ترد على مكالمات، تتكلم فيديو كول يعني، انما غير كده مش هتستخدمها. فمن الاخر هتاخد تجربه تصوير محترمه قوي. وفي الاخر في شويه حاجات كده لازم نتكلم عليهم، وهو ان الفينجر برينت في الموبايل ده بتيجي في زرار باور، وفوق الفينجر برينت بشويه كده هتلاقي سويتش مريب كده شويه. السويتش ده بيعمل 3 مهام، لما تسويتش بيه مره هيعمل الموبايل فايبريشن، ولما تسويتش مرتين هيعمل الموبايل سايلنت. هي دي المهام اللي بيعملها. ولو قلبت في جنب الموبايل كده شويه هتلاقي ان الموبايل ده بيجي ب3 سماعات ستيريو بيديك اداء صوت محيطي ومجسم ممتاز. يعني مع الشاشه دي هتاخد احسن تجربه مشاهده محتوى. وبالنسبه للمساحات والتخزين بقى، فالموبايل ده بيجي ب 512 جيجا و16 جيجا رام. والموبايل ده لحد دلوقتي لسه ما اتسعرش، فتوقع كده واكتب لي في الكومنتات الموبايل ده ممكن يتسعر بكام مع كل المميزات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. وبس دي كانت كل حاجه عن الاوبو فايند ان 3. وما تنساش لو عجبك الفيديو او استفدت باي حاجه من الفيديو ده تعمل لايك وسبسكرايب لو بتشوفني على يوتيوب، وفولو لو بتشوفني على فيسبوك او تيك توك. وبس كده، سلام.